تعالوا اخدكم معايا لاكتر رحله مفاجاه حجزتها قبل يوم واحد بس من السفر عشان احتفل بعيد ميلادي. يلا على جورجيا. وصلت جورجيا يا جماعه بعد 4 ساعات ونص، وكان السفر مرهق قوي، ومع ذلك قلت مش هضيع اول يوم. I'm so excited. عملت التشيك ان في الفندق، مكانه ما كانش عاجبني قوي يعني، بس كموقع كان قريب من وسط البلد طبعا. لما دخلت كان حلو قوي والناس كانت لطيفه والاوضه كانت حلوه جدا ومريحه. هي كانت ليله واحده يعني عشان اروح بعد كده مدينه جوداوري تاني يوم. طبعا عشان تتحرك لازم تنزل ابلكيشن اسمه بولت، سعره كويس جدا وبيجي في اي مكان يعني. خليته نزلني عند جسر اسمه جسر السلام. الجسر ده يا جماعه حاجه ايكونيك جدا، بيربط بين ماضي وحاضر تبليسي. يعني الماضي هي المدينه القديمه والحاضر هي حديقه ريك اللي هي بتبقى الناحيه التانية والتلفريك. هي الدنيا مغيمة بس هي ملهاش أي علاقة بالشتاء، الجو حر جدا. التلفريك لأنه وسيلة مواصلة عادية جدا، في حتى الكارد بتاعه بيبقى للمواصلات فبتقدر تشحنه، فبيكون زحمة قوي. وقفت مدة بس لما طلعت عرفت قيمة الوقفة دي. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، يا لهوي على الحلاوة، سبحان الله. لا ويت أنا الذي سكرنا هذا وكنا له مقيمين إلا ربنا مقلبين. يلا يا سيدي. Thank you so much. انا حاسه يا جماعه الناس اللي عايشين هنا المفروض يكونوا سعداء دايما. حاسه القاهره ودبي بس الناس الحزينه. انا ماشيه دلوقتي في الغابات اللي احنا انا ما كنت واقفه فوق كنت شايفاها تحت، فكنت بقول هو في ناس بتمشي هناك ليه. شفت ان انت لما تنزل بالزيب لاين هتبقى تحت خالص، وعايز تطلع تاني عند مادر اوف جورجيا فوق ده عشان تتفرج على الغروب، يعني تبقى من فوق تحفه. نوصل للمكان اللي فوق ده تاني. طبعا انا حاسه نفسي ان انا في فيلم. المكان ده بيفكرني بقى ان هو في حد هيطلع يخطفني. بس شلال هنشوفه فين. وطلع في شلال بجد يا جماعه. هتمشي تلاقي اسم. ده كده كان اول يوم في تبليسي جورجيا، ولو عايزين تعرفوا رحت فين تاني يوم في جورجيا تابعوا فلوج 2. باي.